فوالا شفتو كي كتجي زوينه مقرمشه مورقه محلوله. فوالا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم متتبعي القناة، مرحبا بكم في القناة وفيديو جديد ووصفة جديدة. الوغ الوصفة ديال اليوم بإذن الله غادي تكون الحلوة ديال لسان الطير أو لسان العصفور اللي معروفة عندنا في المغرب بزاف بزاف بزاف، وأنا بيرسونيلمون من عشاق هذه الحلوة هذه. غادي نتعرفوا عليها اليوم بالطريقة التقليدية بلا كثرة المكونات والتعقيدات، وطريقة سهلة إن شاء الله بإذن الله، وندوزو على بركه الله نتعرفوا على المقادير. الوغ اول حاجه غادي نحتاجوها هو الدقيق. غناخذوا نص كيلو ديال الدقيق الفورس، الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وضروري تغربلوه من قبل باش يعطيكم نتيجه زوينه. 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، لكم حريه الاختيار، بغيتو تذوبوها ولا بغيتو تخليوها بدرجه حراره المطبخ كون فو فولي، يعني بحال بحال ما فيش فرق في الخدمه. وهنايا 2 معالق كبار ديال الزيت، الزيت الروميه، الزيت ديال الطياب، الماء زهر باش نجمعوا العجين. وهنايا هذه اختياريه الكوزه كتعطيها مذاق زوين، غناخذ منها غير راس المعلقه. حبه حلاوه والنافع 2 معالق كبار، طحنوهم ولا دقوهم بحال بحال. معلقه صغيره ديال القرفه. عندي هنايا نص كيس ديال الخميره ديال الحلويات 4 غرام. الا كنتو واخدين كيلو ديروا كيس كامل، خديتو نص كيلو ديروا نصف كيس. وعندي هنايا المسكه الحره مدقوقه مع السكر. خذوا غير 4 الحبيبات ودقوهم، كتعطي مذاق زوين. وعندي هنايا صفار بيضه، الا بغيتو تستغناو عليه سي با غراف، ولكن هو راه كيعطي مذاق زوين. انا كنستعملو بزاف في المعسلات، كيخليوهم طريين وكيحافظوا على القرمشه ديالهم. وهنايا انا ما غاديش نضيف الخل لاني بغيتها تكون مقرمشه، بغيتها تكون هشيشه، ضيفوا ليها الخل. فوالا هادو هما المكونات، وندوزو على بركه الله نتعرفوا على طريقه التحضير. نمروا الان على بركه الله الطريقه ديال التحضير. بسم الله. غادي نضيف نص كيلو ديال الدقيق. بسم الله. فوالا غنضيف كاع النواشف اللي عندي، المسكه الحره، قبيصه فوالا باردون، كاين واحد القبيصه ديال الملحه غادي نديرها، القرفه، خميره ديال الحلويات، فوالا هي واحد شويه ديال الملحه، ضروري كنديروا ديك القبيصه، وحبه حلاوه مع النافع. غادي نضيف راس المعلقه ديال الكوزه، غير راس المعلقه فقط. بسم الله. غادي نضيف الزيت، 2 معالق كبار ديال الزيت، الزبده باردون 2 معالق كبار. غادي نخلط هاد المكونات ونبسبسهم مزيان حتى يدخل لي ليدان في الدقيق. من بعد غادي نجمعها بالبيض، نضيف البيض وماء زهر، خلطته هنايا مع شويه ديال الماء. فوالا ما بغيتش ندير ماء زهر كله باش ما تجينيش الريحه قويه، فهنا خلطته مع الماء. هنايا اللي كتبغي تضيف اللوز وتضيف الزنجلان فممكن يضيفوه، ولكن انا بوغ موا كنفضلها بحال هكا، لانني كنكون ديجا درت الشباكيه، فما كنبغيش المذاق ديال الشباكيه هو نفس المذاق يتكرر لي في هاد لسان الطير. دونك خاص المذاق يكون مختلف شويه. الوغ كنكتفي غير بهاد المكونات. ممكن تضيفوا الفانيلا، الناس اللي كتبغي الفاني كتجي فيها زوينه. الوغ غادي نبسبس هاد المقادير والمكونات ونتلاقاو باذن الله. فوالا هنايا من بعد ما دخلت الليدام ديالي في الدقيق، كاينين الناس اللي كيبغيو يضيفوا لها الملون، ممكن تضيفوه، فانا بغيت نخليها هكا طبيعيه تقليديه بلا ملون بلا زعفران بلا حتى شي حاجه. غادي نضيف الان بسم الله الصفار ديال البيضه، غير الصفار فقط، كنديرش بيضه كامله، وماء زهر مع مخلط مع الماء، وغادي نجمع العجين شويه بشويه باذن الله. بسم الله. فوالا هذا هو القوام ديال العجينه. خاصهاش تكون رطبه بزاف، خاصها تكون طريه متماسكه. فوالا ما تلصقش في اليد. الا كنتو مزروبين عليها بغيتو تخدموها سور بلاص في نفس الوقت،
غادي تدلكوها واحد شويه، فانا غادي نخليها ترتاح. فوالا غنغطيها بفيلم اليمونطير ونخليها تقريبا واحد ساعتين، ومن بعد غادي نرجع باش نشكلها باذن الله. قد ما ارتاحت، قد ما خليتوها ترتاح، قد ما تعطيكم نتيجه زوينه. فوالا فوالا هنا من بعد ما ارتاحت لي العجين كورتها كرات صغيره على هذا الشكل هذا، بحال الشكل ديال التريد. فوالا هذا هو القياس ديالهم. وغادي نحتاج هنايا شويه ديال الزيت الروميه والنشا. فوالا هنايا فاش كتقرصوا العجينه لكم حريه الاختيار، ديروا الطريقه اللي تناسبكم، الطريقه اللي كترتاحوا لها. سواء بغيتوا ديروها بالزيت تقرصوها بشويه ديال الزيت بحال المسمنه، غير ديروها في البابي كويسون باش تجيكم ساهله في الهزان فاش بغيتوا تهزوها. وفوالا ما ترققوهاش بزاف، تخليوها شي شويه بحال هذا السمك هذا، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف، تكون متوسطه. فوالا ولا سرحوها وحده بوحده بالنشا، ولا وحده بوحده بالزيت، ولا ديروا بهذه الطريقه هذه. الوغ انا كنفضل هذه الطريقه هذه، كتجي ساهله وما كتشدش الوقت طويل، مبسطه. دونك كناخذ واحد 3 الكويرات. فوالا غناخذ الزيت، غندهن ليهم الوجه فقط بالزيت، غير وجههم بحال هكا. غادي ناخذ وحده غادي نمرمدها في النشا. فوالا بحال هكا نمرمدها بالنشا على جوج جهات. فوالا غادي نحطها هنايا الوسط فوق الثانيه، ونحط هذه اللي درت فيها الزيت فوق منها بحال هكا صافي، ونضغط عليهم بحال هكا. فوالا هكا كيجيو 3 وكيجيو ساهلين في الحلان وما كياخذوش وقت طويل. غنحطها هنايا حدا اختها ونغطيهم باش يرتاحوا ليا. فوالا ومن بعد نطلقهم بالمدلك، يجيو ساهلين بهذه الطريقه. فوالا ها هما دوك 3 اللي درنا مع بعض، وحده فوق وحده. من بعد ما ورقتهم كنبسطهم بحال هكا. فوالا فوايي راهم كيتفرقوا، الاولى الثانيه الثالثه راه كيتفرقوا بسهوله. بهذه الطريقه كتسهلوا عليكم الخدمه وما كياخذوش منكم وقت بزاف وما كتمحنوش بزاف فيها. فوالا ممكن تورقوها ديريكتومون بلا نشا بلا حتى شي حاجه، راه ما كتلصقش في لو بلون دو طرافاي. الوغ الا بغيتوها تبقى محتفظه لكم على شكل دائري، ملي كتطلقوها هكا شويه بالمدلك باش كتبغيو تدوروها كديروا ليها 4 دورات، كتعاودوا تطلقوها مره ثانيه. فوالا وكديري 4 دورات ثانيه، ما تكمليش الدوره كامله ولا نصف دوره باش تجيك دائريه، باش تجيك تبقى محتفظه على الشكل الدائري ديالها. فوالا 4 دوره بحال هكا وطلقي كومسا. فوالا بهذه الطريقه غادي تجيك دائريه، ما تجيكش عوجه ولا مربعه ولا اي حاجه. فوالا هنايا باش نطيبها درتها في هاد اللاطه هادي على النار، غير كتشمع، غير كتقبط راسها صافي، ما تخليوهاش طيب بزاف. فوالا بحال هكا تخليوهاش طيب ولا تحمار ولا صافي، غير تشد راسها ما تبقاش معجنه صايي وحيدها. فوالا فوالا هنايا من بعد ما حيدتهم كندير وحده فوق وحده. ضروري ما تغطيوهم باش ما يكرموش ويقصحوا لكم، ما تنجحش معكم الوصفه. ضروري غطيهم بواحد الزويف ولا واحد سيرفيات، وديما ديروا لهم بلاستيك ولا فيلم اليمونتير ولا اي حاجه باش يبقاو رطبين وما يقصحوش. فوالا الدور ديال الزيف هو انهم هما فاش كيكونوا مازالين سخان كيطلقوا لا فابور، وهذيك لا فابور مع السخونيه والصهد كتتحول للماء، غادي ينزل عليها هذاك الماء وغادي تعجل لكم الا ما درتوش الزيف. الا درتوها في البلاستيك ديريكتومون هذاك الزيف غادي يشرب هذاك الماء اللي غادي يطلق واحتفظ عليها باش تبقى طريه. فوالا ضروري غطيوها بزويف وديروا لها البلاستيك، ومن بعد نكملوا لي زيطاب التانيين باذن الله. هنا من بعد ما ساليت لهم الطياب غادي ندوز الان باش نروليهم. كناخذ شويه ديال الدقيق كنخلطو مع الماء. فوالا نحصل على عجين باش الكولاج باش تلصق ليا. غادي ندير زوجات، غندير وحده حدا وحده وغادي نلصقها بهذه الطريقه. فوالا بهذه الطريقه صافي وغادي نروليها. وفاش تكونوا كتروليو ما تزيروش يديكم بزاف، تكون مرخوفه شويه. فوالا باش منين
طيبوها تجيكم محلوله من الداخل ويبانوا فيها دوك التلافيف اللي كيكونوا الوسط. الوغ هنايا غادي نسدها بشويه ديال الدقيق مع الماء. فوالا غادي نديروا ليها هكا. فوالا هذا الشكل هذا. فاش كديروا جوج كتجي مورقه مزيان من الداخل، كتعطيكم قطع هذوك الخطوط فاش كتقطعوها هكا كتكون مورقه من الداخل وكتعطي شكل زوين. هنايا من بعد ما ساليتهم قطعتهم على هذا الشكل هذا، شكل مائل بحال الفقاس. فوالا قطعوهم بالموس حسن، انني جربت فاش قطعتهم في المقص، فاش كتقطعوهم بالمقص كيخليه شي شويه مشنتف. الوغ بالموس كيجيو محلولين وزوينين. فوالا فوالا هنايا كندير الزيت السخون على النار. في الاول كنكون مجهده على البوطه باش تسخن مزيان، ابخي كنقصها وكنبقى نحط فيهم شويه بشويه. فوالا بسم الله. فوالا هنا من بعد ما كيتقلاو كنخليهم غير يذهبوا واحد شويه، كنسقطرهم مزيان من الزيت وكنطفيهم في العسل مباشره. فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال اليوم. فوالا كتجي مجعبه مورقه من الداخل. فوالا ومقرمشه. فوايي فوالا كان هذا هو الطبق ديال اليوم. كنتمنى ينال اعجابكم. شهيه طيبه ودمتم في امان الله.